ازيكم يا جماعة عاملين ايه؟ تابع معاكم بقية الأحداث اللي احنا بنتابعها والتحليلات. ماتش مصر والسنغال. طبعا زي ما احنا عارفين ان هيلعب بثلاثة هجوم. في خط الهجوم محمد صلاح، مصطفى محمد، تريزيجيه. طبعا ده التشكيل اللي هو يلعب بيه. طبعا احنا كلنا هتلاقينا مختلفين على حاجة زي كده، وكلنا شايفين ان هو ما ينزلش مصطفى محمد، لان مصطفى محمد ما عملش اي حاجه خالص. بالتالي انا رايي طالما هو ما خدش مع محمد شريف، عمر مرموش يعني شبه محمد شريف شويه في الناحيه الهجوميه، لانه سريع، بيتحرك ما بين المدافعين، بيقدر يخترق يعني وياخد مناطق معينه في الملعب. يعني رايي انه يلعب محمد صلاح، عمر مرموش راس حربه، وتريزيجيه الناحية الشمال. طبعا ده أفضل ثلاثي هجومي المفروض يلعب في الماتش ده. وطبعا تحتهم هيبقى فيه النني على اليمين بيغطي ورا صلاح وبيساعد عمر جابر، والسولية نفس الوضع من الناحية التانية، وحمدي فتحي المفروض يرجع ورا. هيلعب قدام الثنائي الدفاعي، سواء عمر جابر وياسر إبراهيم، أو ياسر إبراهيم وايمن اشرف. طبعا زي ما قلت لكم في الفيديو اللي فات ان انا بفضل علي جبر مع ياسر ابراهيم، لان علي جبر طويل وياسر ابراهيم طويل، فالاتنين طوال، فهيبقوا مساعدينك يعني بشكل كويس، مدينك اريحيه كويسه في الكرات العرضيه بتاعت السنغال، وكمان في الكرات الثابته في الكورنرات والفاولات. وفي نفس الوقت كمان هيساعدوك لما انت تيجي تلعب كورنرات او فاولات او ضربات ثابته، هيساعدوك ان هو انت معاك اتنين طوال يقدروا يتعاملوا شويه مع الاطوال بتاعه السنغال. وفي نفس الوقت كمان معاك حمدي فتحي برضو طوله كويس، طوله معقول، وفي نفس الوقت كمان بيلعب ضربات راس كويسه، وكمان معاك عمرو السولية. فانت هيبقى معاك اطوال كويسه في الهجوم، وفي نفس الوقت اطوال كويسه في الدفاع وانت بتدافع. يعني انا شايف ان هو هيبقى افيد من ايمن اشرف، لان ايمن اشرف زي ما قلت لكم في الفيديو اللي فات اجريسيف شويه وعصبي شويه وبيدخل تدخلات عنيفه، فاحنا مش ناقصين بصراحه ضربه جزاء تتحسب علينا في الماتش هناك تفك الازمه بتاعت السنغال ان هي محتاج فينا جون، وفي الاخر احنا اللي اتحط علينا ان احنا معرضين ان احنا ندخل فينا الجون التاني ونخرج بره. فانا شايف ان ايمن اشرف يعني ما يلعبش، بس انا عارف ان هو هيلعب في الاخر ايمن اشرف، لان كل حاجه غلط احنا شايفينها غلط هو يعملها. ربنا يستر تشكيل الماتش الجاي، وانا مش مرتاح لكروش في التشكيل، بس يا رب يخيب ظني ويلعب علي جنب ياسر ابراهيم. طب الحلقه التانيه الجايه كتير.